تأسست مدينة وجدة سنة 994 ميلادية على يد الزعيم المغراوي زير بن عطية. هذه المدينة الحدودية بامتياز، والتي لا تبعد عن التراب الجزائري إلا بكيلومترات قليلة، كما تبعد عن البحر الأبيض المتوسط ب60 كيلومتر. تعتبر وجدة من أقدم المدن المغربية، ويطلق عليها مدينة الألفية. تتوسط المدينة قصبة عتيقة بها منازل قديمة ومساجد عريقة. وجدة من أولى المدن التي دخل عليها الاستعمار الفرنسي، فقد تم احتلالها سنة 1907، واحتضنت مقاومة شرسة. أول محطة للقطار بالمغرب شيدت بوجدة سنة 1910، لتكون أول رحلة على متن القطار سنة 1911 بين وجدة ومغنية الجزائرية. تعتبر مدرسة سيدي الزيان أقدم مدرسة عصرية بالمغرب، فقد شيدت سنة 1907، بينما أول ثانوية بالمغرب هي ثانوية عمر بن عبد العزيز، التي تم تشييدها سنة 1915. درست بهذه الثانوية شخصيات معروفة كعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق، حيث حصل على شهادة البكالوريا هناك. تحتل وجدة المرتبة الثانية عالميا بعد إسطنبول من حيث عدد المساجد. وجدة الآن هي عاصمة الجهة الشرقية، وتحتضن ولاية ومجلس جهة الشرق.